في اطار الصراع اللي راه قايم بيناتهم كذلك اروح تشوف وين راه بالماضي، اروح في اطار الصراع اللي راه صاري بيناتهم باش نخبركم شنو راهم يبريبارو شنو راهم يوجدوا دروك كاع، هكا باش نزيد نفشلكم الرواد ضربه واحده جماعه الدوله العميقه وقطراجي والكليكه اللي راهم هذوك ابواق برك. جهاز المخابرات يعطي اوامر لقطراجي وللصحفيين لمهاجمه بالماضي في بلاطوهات قنوات الصرف الصحي. اثنين، الدوله العميقه مصرين على دفع بالماضي للرحيل. من ذاك العام الوقت اللي قلت لكم راهم يحاوزوا راهم يديروا له في القوالب يديروا له في مستمرين لدفعه للرحيل من تدريب المنتخب مباشره بعد كاس افريقيا. مباشره يحوسوا يديروا له الراودوت. عقلوا على هذا الله يبوش يهضر لكم. والان واش راهم يحوسوا يديروا ثاني؟ وهذه المره يريدون باش يديروا عراقيل البلماضي ودفعه مباشره للرحيل. المخطط الاخر البلون الزوج اللي دايرينه هو خرق قوانين الفيفا عمدا لكي تسلط عقوبة على المنتخب وحرمانه من المشاركة في المسابقات الدولية، باش من بعد كي تصراكم هذه ما تقولوش باللي ما على بالناش. قطراجي وقنوات الصرف الصحي راكم تعرفوهم قنوات الزيكو، عمرهم ما كانوا في صف الشعب، او عمرهم ما كانوا في صف واحد احبه الشعب او فرح الشعب كما بالماضي ابدا. قلت لكم المخطط اللي هم دايرينه هو خرق قوانين الفيفا عمدا ذراع بالعاني لكي تسلط عقوبة على المنتخب وحرمانه من المسابقة في المشاركة في المسابقة الدولية. كما هناك مخطط آخر وضعته المخابرات لافتعال أحداث شغب بين أنصار فرق كرة القدم في العاصمة وولايات أخرى في الأسابيع أو والأشهر المقبلة، وهذا داخل في صراع العصب ولتأجيج الحالة. يعني يحوسوا يخلطوها باللي سيبورتير تاع البالون في الجي وفي دو في مدن اخرى، ويفتعلوا هما الشغب. تعرف هما كيبغوا يديروا كيبغوا ينوضوا الحيحايه والشغب والدنيا وكذا. واما على مستوى المنتخب الوطني فبالماضي هم جندي له كامل القواطه تاعهم. هكذا باش تكونوا في الصوره. قيامه قائمه. نزيدكم من التسريبات. شنقريحه يقوم بتعيينات قام بتعيين ألوية اللواء صديقي إلى منصب دول اللي هي الديبارتمون دورغانيزاسيون اي لوجيستيك. قرار آخر من شنقريحة بتعيين بوثلجة وصديقي الجنرالين سواء تاع الدول ولا سواء تاع السيجية. الاثنين هذا الألوية مستعدان للانقلاب على تبون وجناح تبون في أي وقت يعطى لهم الأمر. أبرد تبون أبرد. هادو زوج بوثلجة وصديقي مستعدان لتنفيذ أوامر الانقلاب على تبون وجناح تبون سواء هذا تاع الدول ولا تاع السيجية في الوقت اللي يجيهم الأمر. ومن بعد ما تقولش ما على باليش ولا ما قالوليش ولا ما خبرونيش.